الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع النبيين والمرسلين. ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواني في الله، انتبهوا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عالم الغيب والشهادة، وعلمه علم واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير ولا يتطور. وعلمه أزلي أبدي. علمه ليس كعلم المخلوقين. وهو سبحانه يعلم الأشياء جملة وتفصيلا. وهو عالم في الأزل أن هذه الأمة ستجمع على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وهو عالم في الأزل أن هذه الأمة ستحتفل بالمولد. وهو عالم في الأزل أن هذه الأمة ستفرح بالمولد. وهو عالم في الأزل أن هذه الأمة ستستحسن عمل الاحتفال بالمولد. مع كل هذا، كيف قال عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ يعني الاحتفال بالمولد ليس ضلالة، يعني الاحتفال بالمولد ليس حراما.
يعني الاحتفال بالمولد ليس شركا، وإلا لو كان بدعة محرمة كيف قال عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لو أجمعوا على ضلالة، لو أجمعوا على باطل، لو أجمعوا على منكر، لو أجمعوا على محرم، هل كان يصفهم بالخيرية؟ هل كان يقول عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ وهو الحكيم العليم العادل الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، إذا مدحهم مع علمه أنهم يحتفلون بالمولد وسيحتفلون بالمولد وسيعلنون الاحتفال بالمولد، مع ذلك مدحهم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولو اجتمعوا على الضلالة والباطل والمنكر لكانوا شر أمة، لكن حاشاهم أن يجمعوا على الضلالة، لكن حاشاهم أن يجمعوا على باطل، لكن حاشاهم أن يجمعوا على محرم. تعرفون لماذا؟ لأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لأن الإجماع يقوم مقام النص. ما معنى هذه العبارة؟ يعني إذا جاءت قضية فيها إجماع وليس فيها نص قطعي قرآني، وليس فيها حديث اتفق على صحته، أو ليس من الأحاديث الصحاح، إنما هذه القضية فقط جاء فيها الإجماع. تعرفون معنى الإجماع في هذه القضية؟ يعني كأنه ورد فيها نص قرآني، يعني كأنه ورد فيها نص حديثي. هذا معنى الإجماع، يقوم مقام النص. والأمة أجمعت على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. ثم إن الله توعد الذين يشذون عن الإجماع، لأن الله قال في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انتبهوا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمعوا وانتبهوا، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، تهديد ووعيد، ونصله جهنم، تهديد من الله ووعيد وتخويف بالنار بالهلاك، ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا لمن؟ للذي يشذ وينحرف ويخرج عن الإجماع ويمشي في طريق الضلالة. واسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من شذ إلى النار، وفي رواية شذ في النار، في النار. إذن انتبهوا معي، هؤلاء الذين خرقوا الإجماع وخرجوا عن معاني الآيات والأحاديث وضللوا الأمة وفسقوها وبدعوها لأنها تحتفل بالمولد النبوي الشريف، لأنها تستغيث، لأنها تتوسل، هؤلاء ينطبق عليهم هذا التهديد والوعيد. ردوا
عليهم بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد ينطبق عليهم، هذا التهديد ينزل عليهم. لماذا؟ احفظوا ماذا قال العلماء: وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ فلأي شيء يكفرون الأمة؟ لأنهم يحتفلون بالمولد. المولد من البدع الحسنة. إن قالوا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة نزلت على الرسول في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يمت في حجة الوداع، إنما عاش بعدها نحو 3 أشهر، وكان الوحي ينزل عليه ونزلت عليه أحكام عديدة. فإن احتجوا بهذه الآية لتحريم المولد وقالوا لا حكم بعد هذه الآية ولا تحليل ولا تحريم بعد هذه الآية، قولوا يلزمكم على قولكم الفاسد الكاسد أن تعطلوا وتلغوا آيات تحريم الربا. كيف هذا؟ روى القرطبي عن عمر رضي الله عنه أن آيات تحريم الربا نزلت بعد آية الماء: اليوم أكملت لكم دينكم. ماذا يقولون في هذه الآيات التي نزلت بعد هذه الآية في تحريم الربا؟ هل يلغونها؟ هل يعطلونها؟ أم يقولون إن الربا مباح؟ أم يقولون أن الربا حلال لأن تحريمه نزل بعد هذه الآية من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم؟ وماذا يقولون في آية الكلالة في الميراث؟ قال عمر: نزلت بعد آية المائدة. هذه آية الكلالة في الميراث نزلت بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. فماذا يقولون في هذه الآيات؟ هل يعطلونها بزعمهم؟ هل يلغونها بزعمهم؟ إذن هناك أحكام نزلت بعد هذه الآية، والرسول عاش نحو 3 أشهر بعد هذه الآية. أما آخر آية نزلت على الإطلاق قبل موته ب8 أيام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. هذا آخر ما نزل من القرآن. أما آية المائدة ليس هي آخر آية، إنما بعدها نزل آيات وأحكام. فماذا يقولون عن هذه الآيات والأحكام؟ إن ألغوا المولد بدعوى اليوم أكملت لكم دينكم قيل لهم: أنتم جهال في العقيدة وفي اللغة وفي الأحكام وفي الفقه وفي أسباب النزول. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم أتمت لكم قواعد الدين، الأصول. ولم تقل الآية ولا تعطي لا بالتصريح ولا بالتلميح أنه لا يكون بعد هذه الآية حكم ينزل. ثم إن إباحة أو استحباب الاحتفال بالمولد هو داخل تحت قواعد قرآنية وحديثية. أليس في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. فإن قالوا هذا للنبي والخلفاء بعده قيل لهم: كذبتم، النبي لم يقل ما سننت من سنة فلي الأجر ولمن جاء بعدي. قال: من سن، الخطاب يخبر يعلم يبين عن حكم يفعله غيره. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إذن منه للعلماء المجتهدين من أمته. فإن قالوا لا، هو محصور فيه وفي خلفائه الأربع، لأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قيل لهم: كذبتم وافتريتم،
ليس هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة. تعرفون لماذا؟ لأن من سنة الخلفاء الأربعة أنهم عملوا وأحدثوا أشياء النبي ما نص عليها ولا أمر بها ولا فعلها، كجمع عمر للناس على صلاة التراويح جماعة في المسجد، ثم قال نعمت، وفي رواية بدون التاء نعم البدعة هذه، وهذا في البخاري ورواه الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار للقرآن. واسمعوا معي، ثم إن من السنن الحسنة من أحدثها غير الصحابة غير الخلفاء، لأنهم ما تذكرون لهم من بدع حسنة يقولون هذا من سنن الخلفاء ليهربوا. قولوا لهم من أول من نقط المصحف؟ من أول من وضع الشدات للمصحف؟ من أول من رقم آيات المصحف؟ من أول من وضع الفواصل للمصحف؟ من أول من وضع العلامات للآيات والعشر والجزء والحزب؟ من أول من وضع الألوان للحركات والمدود؟ من أول من لون المصحف؟ من أول من طبع المصحف؟ من أول من سجل المصحف؟ من أول من قرأ المصحف في المواقع والإنترنت والنت والفضائيات؟ من أول من أنشأ المطابع للمصاحف؟ لا فعله الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. كل هذا فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. يعني هذا ليس مما سنه الأربعة، هذا ليس مما عمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وليس مما فعله النبي ولا قال فعلوه. وكل هذا يفعلونه ويعملونه ويوزعونه، والنبي ما فعله، والنبي ما قال افعلوه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم. إذن كيف تكذبون على الأمة وتدجلون وتقولون هذا من سنن الخلفاء الأربعة؟ أول من نقط المصحف يحيى ابن يعمر، كما روى ذلك ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف. يعني مش أبو بكر ولا علي ولا عثمان ولا عمر. وأول من وضع الشدات الإمام الحسن البصري. الحسن البصري منه هو النبي ومنه هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الشدات ليس هم أول من وضع الشدات. إذا بدنا نمشي بكل العناوين التي ذكرناها إلى طباعة المصاحف، إلى إنشاء المطابع، إلى التسجيلات، إلى المواقع، إلى الفضائيات، إلى الميكروفون، ماذا سيقولون؟ هذا لم يكن متاحا أيام النبي، كيف يفعله؟ يقال لهم لكن تنقيط المصحف كان متاحا، وتشكيل المصحف كان متاحا، وتحريك المصحف كان متاحا، ووضع الشدات كان متاحا، ووضع الفواصل كان متاحا، ووضع الترقيم كان متاحا، ووضع العلامات على العشر والجزء والحزب كان متاحا. وكل هذا ما فعله النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا قال افعلوه وأنتم تفعلونه. فكيف تقولون نحن نعني ونقصد مما كان متاحا؟ هذا كان متاحا وما فعله ولا قال افعلوه، فكيف تكذبون على الأمة؟ ارجعوا عن تضليلكم للأمة، ارجعوا عن تضليلكم لأمة محمد، الأمة المرحومة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم تقولون أمة ضالة. نحن مع القرآن وهم مع الضلال والشذوذ، وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ هذا وأستغفر الله لي ولكم.